السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفاتي أنا مطبخ أم يارا. إن شاء الله وصفتنا جميلة جدا جدا وبنحبها جدا في الشتاء، وهي وصفة السحلب. السحلب يا جماعة من المشروبات الجميلة جدا في الشتاء، كده بتدفيكي وكمان بتحسسك إن في شتاء كده معانا. السحلب هنعمله بطريقة جميلة جدا وبطريقة اقتصادية جدا، ومش يعني متحطيش مكونات كتيرة عشان متبقاش غالية عليكي. بتعمليها بالحاجات اللي موجودة في البيت. يعني احنا هنتصرف طبعا وهنعمل سحلب جميل زي ما انتوا شايفينه، وده نتيجة السحلب اللي انا عملته. هتشوفيه بقى وتعرفي المقادير بتاعتنا عاملة ازاي. اهم حاجة لايك وشير واشتراك في القناة، وتفعلي لي زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. نبتدي بقى وصفتنا الجميلة معانا مع بعضينا كده. دقيق رز، انت لو ما عندكيش دقيق رز ان انت تحطيها، تجيبي الدقيق وتغسليه كويس خالص وتنقعيه فترة طويلة في المية، حوالي ساعة ونص كده، وبعدين تطلعيها وتنشفيها على فوطة ناشفة، وبتسيبيها بقى لغاية ما تنشف خالص، وبعد كده بتطحنيها. وبعد كده بتنخليه وبتطلع الدقيق اللي فيه، هو ده اللي بتعمليه وصفة السحلب. بعدين بقى بتجيبي نص كوباية من دقيق الرز المنخول اللي احنا عملناه او اللي اشتريناه يعني، ومعاها نص كوباية من السكر البودر، وعليها كمان نص كوباية من اللبن البودر، وعليها برضو ربع كوباية من النشا، وعليها ربع كوباية من الكريم شانتيه البودر. زي ما انت شايفة كده الكريم شانتيه يا جماعة بيعمل طعم جميل جدا جدا للسحلب. ومعاها كمان كيس فانيليا تكون بودر، وعليها معلقة ونص من جوز الهند الناعم او خشن زي ما انت حابة انت تحطيها ازاي. وعليها كمان معلقة ونص من السمسم المحمص. لو ما عندكيش سمسم محمص ممكن تجيبي سمسم عادي ني يعني، وتحمصيه وتسيبيه شوية لما يهدى كده على النار، وبعد كده تحطيها مع المكونات دي. وعليها برضو معلقة ونص من الزبيب لو عندك زبيب ان شاء الله. وكمان لو في بقى عندك فول حلواني، انا ما عنديش وسألت عليه في السوق الصراحة ما فيش الايام دي، مش عارفة ليه. فلو عندك بقى فول حلواني حطيه، لو ما عندكيش خلاص. بس انا عايزه اقولك ان المكونات دي كلها يعني مكونات سحلب جميله جدا، هتعمل لك طعم تحفه جدا لما انت تيجي تعمليه. طبعا لاي حد هيقولك انت بتشتريها من بره ولا ايه، لا انت لازم توريهم برضو عمايل ايديكي ان انت الحاجه اللي بتعمليها حلوه في البيت، بتطلع احسن من السوق بكتير خالص. هتجيبي بقى اي حاجه كده تحطي فيها، اذا كان مثلا انا بحط ساعات في اكياس خزين ان انا احط فيها السحلب، وعندي برضو علب للسحلب زي ما انت شايفه كده، بتحطيها بالشكل ده. وطبعا بحط عليها بقيه المكونات كلها من فوق عشان تدي منظر جميل جدا للبرطمانه بتاعتي. يعني حطيت عليها جوز الهند، وحطيت عليها الزبيب والسمسم، وحطيت عليها اي حاجه عندي ممكن تحلي السحلب بالشكل ده. انا وطيت الاضاءه عشان اوريكم اللون الابيض الجميل بيبقى عامل ازاي، محبتش اعلي الاضاءه خالص عشان تشوفي الشكل عامل ازاي. انتي لو هنا وصلتي لغايه هنا في قناتي، يا ريت تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه، وتفعلي لي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وكمان هنزل لك الصفحه بتاعتي على الفيس اللي هي صفحه الفيس يعني، هنزلها لك في صندوق الوصف اللي هو موجود تحت الفيديو. شوفيه وان شاء الله هيعجبك قوي قوي. وكمان حبينا ان احنا نعمل كده مع بعضينا. شايفه المنظر عامل ازاي؟ دي الكميه اللي طلعت لي، والله طلعت لي كتيره جدا. يعني دي الكميه من نص كوبايه من كل حاجه. يعني انا عملت نص كوبايه من كل حاجه ما عدا النشا، حطيت ربع كوبايه. وطبعا لو انت حابه ان انت عايزه السحلب اتقل من كده ممكن تزودي النشا معاكي، هيطلع جميل جدا جدا. بعدين بقى هنعمل المشروب بتاعنا الجميل. هقولك ازاي عملته. جبنا كوبايه كبيره اللي انت شايفاها دي، وده طبعا اللي انا سخنت فيها اللبن. بس انا جبت كوبايه لبن عادي ساقع، وحطيت عليها معلقتين كبار من السحلب، او معلقه ونص من السحلب زي ما انت حابه السحلب بتاعك يكون ازاي، خفيف او تقيل. وحطيت السكر طبعا على حسب الرغبه، بتحبي السكر قد ايه ان انت تحطيه. انا بحب مثلا معلقه ونص من السكر، فحطيت معلقه ونص بالسكر بالكوبايه اللي انت شايفاها دي. وحطيتها بعد كده على النار، على نار هاديه، وقلبتها لغايه ما طلعت بالشكل الجميل ده. وبتزينيها طبعا من فوق بجوز الهند والزبيب والسمسم، ولو عندك فول حلواني يبقى جميل جدا.
هتحطيها بقى وتطلع بالشكل الجميل والقوام اللي انت شايفاه ده. يعني والله طلعت جميلة جدا معايا، وده يعني حلفان اتحاسب عليه يوم الدين طبعا. طلعت جميلة جدا وبالقوام اللي انت شايفاه ده. اهم حاجة ما تنسيش بقى ان انت تصلي على النبي في التعليقات لو انت وصلتي لغاية هنا في القناة، وكمان تشوفي قناتي وتشوفي الفيديوهات بتاعتي، وان شاء الله تعجبك فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ أم يارا.